السلام عليكم ومرحبا بكم، شراكم شرا تكونوا كامل لاباس وفي صحة جيدة وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. ما ننساش حبيبات قلبي دايما نرحب بالمشتركات اللي راهم ينضموا لينا، نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم مطبخ ام رؤوف. ما نطولش عليكم حبيباتي، رايحين اليوم نديروا كيكة الاعياد الميلاد بطريقة بسيطة، رايحين نديروها بذوق الشيكولا والكراميل. نتمنى ان شاء الله تكملوا لا فيديو للاخير. ما ننساش دائما نقول لكم حبيباتي فضلا وليس امرا ديروا لنا جيم باش يطلع لنا الفيديو في محرك البحث. روحوا مع بعضنا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله على بركة الله. راح نخدموا مع بعضنا الكيكة نتاعنا. عندي 5 بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، قرصة تاع ملح، كاس زيت، كاس سكر، 7 مغارف فرينة. انا هنا الكيسان تاوعي شوية كبار. عندي ملعقة كبيرة فاني، ملعقة كبيرة خل ابيض، كيس خميرة كيميائية. نبدأ بسم الله نكسر البيضات كما دائما معودتكم ودائما نقولها لكم، لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونوش باردين باش تنجح لكم الكيكة نتاعكم. من بعد ما نكسرهم راح نزيد عليهم القرصة تاع الملح. القرصة تاع الملح مهمة بزاف في البيض باش تمثم يطلع لنا. راح نزيد القرصة تاع الملح، نجيب الباتر ونبدا نطلع في هذاك البيض حتى نشوفه تغير اللون نتاعو وبدا يخفاف لي. من بعد ما تغير اللون تاع البيض كما راكم تلاحظوا في الصوره، راح نزيد عليه الكاس تاع السكر. الكاس تاع السكر انا اللي درته تقريبا فيه 7 مغارف كبار سكر. كما راكم تلاحظوا انا الكاس تاعي شويه كبير، ما عنديش هذوك الكيسان تاع 220 ملم. نزيد عليه الكاس تاع الزيت ونكمل نخلط بالباتور حتى نشوف المكونات تنسجموا لي مع بعضهم بهذه الطريقه. ومن بعد راح نزيد عليهم الملعقه الكبيره تاع الخل. الملعقه الكبيره تاع الخل راح تساعد المسكوتشو تاعنا باش تجينا بزاف خفيفه. ونزيد عليها السبع مغارف تاع الفرينه بعد ما كنت خلطت مليح المكونات بالباتور. نزيد عليهم الملعقه الكبيره تاع الفاني ونغربلهم. راح نزيد عليهم الكيس تاع الخميرة الكيميائية وزن 10 غرام. نعقبهم كامل في الصفاية باش نتخلص من هذوك الحبيبات وما تفسدليش الكيكه نتاعي، لانه هذه الحبيبات راحين يفسدوا لكم المسكوتشو تاعكم وما يخليوهاش تطلع. شوفوا هذوك الحبيبات اللي نحيتهم من الفارينة والفاني. دوكا نكمل نطلع بالباتر حتى نشوف الخليط نتاعي كامل انسجم مع بعضه. هذا هو القوام تاع المسكوتشو. شوفوا هذيك الاكسيدون اللي صرات طاحت لي الفوي نتاع الباتر. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه، يكون قوام ماهوش حاكم روحه بزاف. نجيب صينيه بعد ما كنت دهنتها بشويه زبده ورشيتها بالفارينه، نفرغ فيها الخليط تاع المسكوتشو ونكون هنا سخنت الفور على 180 درجه. هذه الطريقه راح نخبط شويه البلاطو باش نخرج هذوك الفقاعات من المسكوتشو تاعي. نروح دوكا نوجد معاكم الشربات. عندي كاس سكر عادي باش نشربوا الكيكه تاعنا. عندي كاس سكر عادي مع 2 كيسان تاع ماء، نحطهم في الكاسرونه ونروح نحطهم فوق النار، نخليهم تقريبا يغليوا لي 21 دقيقه ونطفي عليهم. هذه هي حبيباتي الكيكه تاعنا بعد ما طابت. شوفوا كيفاه راهي ما شاء الله، راهي بزاف خفيفه. نروح نوجد نفس المكونات اللي وجدتهم في الكيكه الاولى، نزيد نعاود نوجد كيكه الثانيه لانه راح ندير ذوق فاني وذوق شيكولا. المسكوتشو الثانيه راح نزيد فيها غير الكاكاو، 2 ملاعق كبار كاكاو. هذا هو الخليط بعد ما كنت وجدته. ونجيب البلاطو وندخلها للفور. قلت لكم درت نفس المكونات، زدت غير 2 ملاعق كبار كاكاو بني ذوق شيكولا. من احسن تستعملوا النوعيه الجيده باش تتحصلوا على ذوق بزاف بنين. راح نكمل نفرغ الخليط في البلاطو وندخله يكمل يطيب على راحته.
وهذه هي الكيكه تاعنا بعد ما كانت طابت لنا. خليتها تقريبا واحد 10 دقائق. من الاحسن تخليوها حتى تبرد لكم باش تقسموها. راح نجيب هذا الموس سبيسيال باه نقسم به الكيكات. راح دوكا نقسمها على زوج بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. روحوا معها غير بشويه باش ما تتقسم لكم، وفي نفس الوقت باش تجيكم كامل قد بعضها، ما تجيكمش جهه طالعه وجهه هابطه. بهذه الطريقه حتى نكملها. هذا هو الموس اللي استعملته. راح دوكا نقلبها باش نخليها ثاني تزيد تكمل تبرد لي مليح. شوفوا كيفاش قسمتها، شوفوا كيفاش جات بزاف خفيفه. وهذه الكيكه الثانيه تاع ذوق شيكولا. شوفوا هذيك الخفه كيف راهي خفيفه ما شاء الله. صدقوني تجي بزاف خفيفه. هذيك الملعقه تاع الخل راح تعطينا فارق كبير. نروح دوكا نوجد الكريمه اللي راح نحشي بها الكيكه تاعي. نجيب كاس كريم شانتيي مع كاس غير زوج صباع ماء. من الاحسن يكون بارد. انا هنا كان ما عنديش الحليب. من الاحسن لو كان عندك الحليب تتحصلي على نتيجه افضل وافضل. ونجيب زوج علب كريم ديسير ذوق شيكولا. هنا باش نكه برك الكريمه تاعي وتجيني فيها ذوق الشيكولا. راح نحط هذوك الزوج علب تاع كريم ديسير ذوق شيكولا. راح يعطيونا واحد البنه بزاف هايله الكريمه تاعنا. من بعد ما حطيت هذوك الزوج علب كملت خلطهم بالباتر حتى تحصلت على هذا القوام. كل ما خلطتهم مليح بالباتر كل ما راح تتحصلوا على كريمه بزاف خفيفه. راح نزيد ملعقه كبيره من لاروم ذوق كراميل. راح تعطينا بنه ما شاء الله للكيكه تاعنا. كما تعرفوا راح نديروها بذوق الشيكولا والكراميل. نكمل نخلط بهذه الطريقه حتى نتحصل على كريمه تكون حاكمه روحها. هذه هي الكريمه تاعنا. وراح نزيد لها ملعقه كبيره شيكولا للطلاء. هذا الملعقه تاع الشيكولا اختياري، تحبي تزيديها تحبي ما تزيديهاش. بعد ما كملت خلطت هذيك هي الكريمه اللي تحصلنا عليها. شوفوا كيف راهي متجانسه. ندخلها للثلاجه ونروح نجيب الكيكه تاعي ونحط طبقه ونشربها بالشربات. بعد ما كانت بردت لنا هذيك الشربات. من الاحسن الشربات تاعكم خليوها حتى تبرد باش تشربوا بها الكيكه تاعكم. من بعد ما شربت هذيك الطبقه راح نحط عليها طبقه من الكريمه اللي وجدناها مع بعضنا. راح نحط طبقه مليحه ونزيد نحط الطبقه نتاع المسكوتشو ذوق شيكولا. بهذه الطريقه راني هنا سرعت لكم شويه الفيديو. قلت ما نقطع لكمش الفيديو باه المبتدئات اللي معنا يستفادوا. من بعد ما كملت شربتها الطبقه تاع الشيكولا راح نزيد نحط الكريمه بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الطبقات. نروح نجيب سباتولا. من الاحسن نستعمل هذا سباتول لانه تساعد بزاف باش نمشيو الكريمه تمشينا كامل كيف بعضها. نزيد نحط الطبقه الثالثه ونكمل نشربها. هنا كل واحد كيفاش يحب يشرب باش الكيكه تاعو باش تجي بزاف بنينه. انا راح نشربها غير شويه مش راح نشربها بزاف. ونزيد نفس الطريقه ونحط الطبقه الاخيره. هنا راني نعدل فيها باش تجيني كامل كيف بعضها ما تجينيش جهه هابطه وجهه طالعه. راح نجيب الكرتون هذاك اللي راح نحط فوقه لا تارت تاعي ونضغط شويه ونقلب بهذه الطريقه. من الاحسن هنا تضغطوا شويه باش تخرجوا هذيك الكريمه الزايده تخرج لكم على الجوانب. هذه هي الكيكه تاعنا بعد ما كملنا حطينا كامل الطبقات. نروح دوكا نكمل نغلف الكيكه تاعي كامل بنفس الكريمه اللي حشيت بها من الداخل. هنا راني مسرعت لكم الفيديو باش تشوفوا كامل المراحل.
هذه هي الكيكه نتاعنا بعد ما كنت كملت غلفتها بهذه الطريقه، حطيت لها يعني طبقه مليحه من الكريمه. راح نجيب هذا سباتولا ونبدا نمشي الكريمه نتاعي، وفي نفس الوقت راني نليسي فيها. نروح نجيب هذا الليمون اللي راح نخدم بهم هذوك الكريات اللي رايحين نزينوا بها الكيكه تاعنا. ذوبت شوكولا بالحليب وشوكولا بيضاء، وراح نبدأ نحط في الطبقة طبقة من الشوكولا. من بعد ما نحط الطبقة الأولى ندخلها للثلاجة كما راكم تلاحظوا هنايا، راح ندخلهم للثلاجة ونخليهم يجمدوا، ومن بعد نزيد الطبقة الثانية. هنا راح نزيد الطبقة الثانية، نكمل نحط لهم الطبقة الثالثة. أنا تقريبا حطيت لهم 3 طبقات، باه بعدا كي نعاشي راح نديمو ليهم ما يتكسروليش. هذا هما الانصاف تاع الكريات بعد ما كنت ديموليتهم بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. راح دوكا نبدا نلصق فيهم مع بعضهم باش نتحصلوا على كريه. كانت الكويزينيير تاعي شويه سخونه كما تعرفوا، طيبت فيها الكيكه. ولا تقدروا تستعملوا مقله وتسخنوها. راح نلصقهم بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. الطريقه سهله وبسيطه، ولا تقدروا تحشيوها بنفس الكريمه اللي زينا بها الكيكه تاعنا. هذه هي الكريه اللي نتحصلوا عليها. نروح دوكا نجيب الكيكه تاعي بعد ما كانت بردت وحكمت روحها. انا تقريبا خليتها واحد 2 سوايع، كل ما خليناها حكمت روحها كل ما راح تكون النتيجه افضل وافضل. راح نبدا نزين في الكيكه تاعي بهذه الطريقه. بعد ما كنت ذوبت 200 غرام شيكولا بالحليب مع 200 غرام كريمه سائله، خلطتهم مع بعضهم حتى تحصلت على صوص شوكولا تكون سائله. حطيتها في بوج جوطابل وبديت نزين فيها بهذه الطريقه. سمحوا لي هنا كان المقطع راح لي كما كنت نزين فيها بالكريم شانتيي بعد ما كنت حطيت لها طبقه من الشوكولا. هذا هما الكريات اللي كنت وجدتهم معكم. كنت هنايا حبيت دهنتهم بالناكخي لون ذهبي. شوفوا كيفاش تحصلنا على واحد النتيجه ما شاء الله. وزينتها بحبات الاوريو وبهذوك الحبات تاع الشوكولا، كنت شريتهم من المحلات تاع الحلويات راهم متواجدين. كما راكم تلاحظوا تزيين بسيط واقتصادي تقدري تفرحي به وليداتك والعائله تاعك. سمحوا لي هنا مانيش راح نقدر نقطعها لكم لانه هذه الكيكه وجدتها لعجوز اختي. اليوم عيد ميلادها. من هذا المنبر نقول لك عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتي زاهيه وباهيه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم وتنال رضاكم، وما تنسونيش فضلا ديروا لي جيم باش يطلع لي الفيديو في محرك البحث. الصوره راح نحطها لكم في المنتدى بعد ما تبعثها لي باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. الى هنا حبيبات قلبي ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في وصفات جديده ان شاء الله. سلام.